السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد هنعمل مع بعض النهاردة التورتاية الجميلة ديت طبعا بطريقة سهلة وبسيطة. لو انت التورتة مش بتعرفي تعمليها او الكيكة بتهبط منك، تعالي بقى هوريك النهاردة طريقة جديدة تعملي بيها التورتة. هو انا مش اول مرة اعملها، انا عملتها قبل كده، بس ده الفيديو للناس اللي هي متعرفنيش او اول مرة تشوفني. تعالي شوفي هنعمل مع بعض ازاي التورتاية الجميلة دي، وهنعمل مع بعض كمان الكيكة من غير ما تهبط منك ومن غير ما يحصل لها اي حاجة خالص، وهنعملها مع بعض بطريقة جديدة ومش هندخلها الفرن. تعالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا نص كيلو دقيق سبونج بالشوكولاتة، وعليه 4 بيضات او 5 بيضات، وهحط عليه كمان كوباية مية. بضربهم مع بعض كويس قوي لحد ما القوام بتاعه يبقى معانا بالشكل اللي احنا شايفينه كده مع بعض. بجيب 3 اطباق متساوية، اهم حاجة تكون الاطباق قد بعض. هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ ان انا اقسم الخليط بتاعي على 3 اجزاء في الاطباق زي ما احنا شايفين كده، بيكونوا متساويين علشان كل طبقة تبقى قد التانية. انا كده خلاص قسمتهم على 3 زي ما احنا شايفين كده. نيجي بقى للخطوة اللي بعديها، ودي بقى الطريقة الجديدة اللي انا بقولكوا عليها. هجيب معايا طاسة، اهم حاجة تكون تيفال او سيراميك علشان ما تلزقش فيها. بشغلها على نار هادية قوي قوي قوي، اقل نار ممكن تكون عندي على العين الصغيرة، وبدهنها زيت كويس برضو علشان الكيكة بتاعتي ما تلزقش. وبعد كده بفضي اول طبق معايا على الطاسة زي ما احنا شايفين كده، وبغطيها بغطا حلة، وبتاخد معايا حوالي 10 دقايق. بعد ما خلاص خلصت الكمية بتاعتي كلها، طبعا هعمل ال3 طبقات بنفس الطريقة. وبعد ما بخلصهم بسيبها تبرد، يعني انا قبل ما بخلص ال3 طبقات بتكون اول واحدة معايا بردت. بجيب اول طبقة معايا من الكيكة وبحط عليها محلول مية بسكر، مية دافية عليها سكر علشان تطري الكيكة بتاعتي معايا. وبعد كده ببدأ افرد عليها طبقة الكريم شانتيه بتاعتي. اول طبقة عملتها جبتها حطيت عليها طبقة كريمة، تاني طبقة نفس الكلام، تالت طبقة برضو بحط عليها محلول المية بالسكر بتاعي كده، بيطر الكيكة بتاعتي وبيخليها كمان ناعمة كده، وبيديكي نفس نتيجة الكيكة الجاهزة او التورتة الجاهزة بالظبط. طبعا التورتة دي احنا لو جبناها من بره هتكلفنا كتير جدا، بنعملها في البيت بتوفر علينا شوية، وحاجة انت عاملاها وواثقة فيها من نظافتها ومن جودتها. بعمل ال3 طبقات زي ما احنا شفنا، وبعد كده كمان بغلفها بالكريمة. اخر طبقة معايا بغلفها كده بالكريمة كويس قوي، وبعد كده بدخلها التلاجة اسيبها طبقة الكريمة تمسك كده فيها علشان اعرف ازينها واكمل تزيين. طبعا التزيين على حسب ما انتي حابة او حسب ما انتي عايزة. فدي تورتة الشوكولاتة انا هعملها تبقى كلها شوكولاتة، حابة انتي تحطي اي صوص تاني مفيش اي مشكلة. بجيب الشوكولاتة السايحة بتاعتي وببدأ افردها، وبفردها كده بالراحة خالص من اول التورتة بتاعتي من فوق بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض كده. بجد جربوها ان شاء الله هتعجبكم وهتدعولي كمان، انها سهلة وجميلة جدا، بجد طعمها احلى من الجاهزة كمان. بعد ما عملت معايا صوص الشوكولاتة، هبدأ اجيب معايا الكريمة بتاعتي والبلبلة دي على شكل وردة. حابة تعملي اي شكل تاني مفيش اي مشكلة، بس انا هاخد الوردة بتاعتي دي وهبدأ امشي بيها على التورتاية كده كلها، هغلفها بيها بشكل وردة كده يبقى شكلها جميل معايا. ده الشكل كده بتاع التورتاية بتاعتي زي ما احنا شايفين.
هلف بيها داير ما يدور، وهعملها كلها كده بالوردة اللي معايا. خلاص خلصت هنا كده الوردة. عملت بقى من فوق كمان برضو نفس الشكل. الكريم شانتيه انا حاطه عليه معلقه او معلقتين من الكاكاو، بضربهم كويس علشان يبقى بني معانا كده. زي ما قلتلك التزيين ده حاجه ترجعلك، حابه تعملي الشكل اللي انا بعمله دوت او تعملي اي شكل تاني مفيش اي مشكله، دي حاجه ترجعلك وترجع لذوقك. خلاص كده انا يعتبر زوقت التورته بتاعتي، عملت بالكريمه او بهنا شكل الورده اللي انا عايزاه كده. انا خلصت شكل الورده. ممكن انتي لو حابه تسيبيها على كده عادي، مش حابه تكملي تزيين وحابه تسيبيها بالشكل ده طبعا مفيش اي مشكله، بس انا هكملها بقى من جوه صوص الشوكولاته كده. هحط عليه بقى معايا اوريو، معاكي ممكن بقى تحطي اوريو، ممكن تحطي شوكولاته ملونه، اي حاجه موجوده عندك، كريز، اي المتوافر عندك وموجود اعمليه. انا هحط هنا كده معايا الاوريو، هحطه بشكل كده زي مترتب كده زي طابور معايا. هحط كده الاوريو كله جنب بعضه ورا بعضه بالشكل كده اللي احنا شايفينه. وبعد كده كمان هجيب شوكولاتة لونها لبني، حابة تحطي اي لون اي شكل تاني مفيش اي مشكلة. هحط برضو كده هعمل صفين واحطهم تحت بعض، بتدينا معانا الشكل الجميل كده. وده معانا شوكولاتة برضو بني كملت بيها. وده كده بقى بيكون شكل التورتة اللي معايا، وده شكلها الاخير. ان شاء الله تكون عجبتكم وبجد جربوها، طعمها حلو قوي وجميلة جدا، وان شاء الله تمشوا على الطريقة اللي انا عملتها لكم. بصوا يعني بحاجة سهلة وبسيطة عملنا مع بعض تورتاية جميلة مش مكلفة زي ما هتكلفنا من بره. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ياريت لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.